بقى العسل والجمال ده. شايفين محشي الكرنب التحفه ده؟ تعالوا يلا وانا اقول لكم عمل بقى. نشوف المحشي القمر الجميل ده اتعمل ازاي. بالنسبه للكرنب الصيفي بحط معلقه سكر ومعلقه كمون. بسلق انا بقى ورقه ورقه، اشيل ورقه ورقه واسلقها، اسيبها حوالي. الورق بقى الابيض بتاع الكرنبايه بسيبه نص دقيقه. دول بقى بصلتين مفرومين في محددة الطعام مع 2 حبة فلفل. تمام، هنزلهم كده بقى في الزيت بتاعي، يبقى حوالي ربع كوباية زيت. هنزل بقى بشوية خضرة زي ما احنا متفقين. هنزل انا بقى بعصير الطماطم اللي بحب اكون مصفياه. هنزل بقى بعد ما نزلت بعصير الطماطم بفصين توم وشوية خضرة كمان. هنزل بقى بمعلقة ملح. هنزل بقى بنص معلقة من الفلفل الاسود ومعلقة كبيرة من الكزبرة ونص معلقة من البابريكا. اسيب بقى الصلصة بتاعتي تتسبك. يلا نقطع بقى الكرنب بتاعنا. انا بحب قوي اقطع التقطيعة دي. تمام، اشيل بقى الجزء ده. تمام، اقطع بقى اول واحدة كده عشان يبقى متساوي بالشكل ده. اقطع الكمية كلها وادعها. لما التقلية اتسبكت معايا بالشكل ده، هنزل بالرز بتاعنا، رز مصري مغسول ومتصفي من المية بتاعته. هنزل بقى بالخضرة بتاعتي، هقلب بقى الخليط بتاعي. بحب احشي الورقة معايا طويلة واعمل الصباع اللي انا حباه واقطع. مش ده ما بيهدرش معايا ورق كتير. هنصبع بالشكل ده كده كمية ورقة. المحشي بتاعنا هنحط القاعدة بتاعته صلصة طماطم بالشكل ده كده. بقى اضيف الملح بتاعي بالشكل ده. هنا بقى اضفت الورق بتاع تقطيع الكرنب، بيبقى جميل قوي. واحطه طبق واحطه على النار واعمله معاملة الرز. انا بقى ما حطيتش شوربه عشان كنت حاطه بقى ايه، ماسوره فيها نخاع. انزل بقى بطشه زبده بلدي. من المحشي بعد اضافه الزبده البلدي بيتنقل في حته تانية، طعم